حسيتي انك بتعملي كل حاجة صح ومحدش شايف ولا مقدر؟ ولا يمكن شريك حياتك بيقولك انا بحبك لكن انتي مش بتحسي بده؟ السبب في طريقة تواصلكم ولغة حبكم اللي هي مختلفة. النهاردة هنتكلم عن سيكولوجية لغات الحب وطرق التواصل، وهنفهمها بطريقة بسيطة جدا. دكتور جاري تشابمان قال إن كل واحد عنده لغة حب أساسية. اللغات الخمسة اللي هو اكتشفهم: 1. الكلام المعسول أو words of affirmation. 2. وقت النوعية مع بعض quality time. 3. الهدايا، ان انت تستقبلي جيفتس. 4. الخدمات او الافعال اللي هي acts of service. 5. اللمسة الجسدية او الفيزيكال تاتش. كل واحدة بتحس بالامان والحب بطريقة غير التانية. كل واحدة فينا بتحس بالأمان والحب لكن طريقتها مختلفة. فلو شريك حياتها ما بيكلمهاش أو ما بيوصلهاش الحب بالطريقة اللي هي بتفهمه، بتقع دايما في الفخ بتاع أصل هو مش بيحبني. لو مثلا لغتك وقت النوعية وانتوا قاعدين مع بعض بس على الموبايل، بتحسي بعدم الاهتمام. لو لغتك الكلام المعسول وعلى قد فهمك بيقولك بحبك بس هو مش بيكرر الكلام، بتحسي انك مش محبوبة كفاية. الكلام ده بسيط بس تأثيره قوي جدا على كل ست، مش انتي بس لوحدك. ايه هي طيب اساليب التواصل المختلفة؟ في ناس بتحب تعبر بالكلام المفتوح الواضح الكتير، وفي ناس بتبين حبهم بالأفعال، وده السبب اللي بيخلي بعض العلاقات تتفهم غلط وتفتكر في المرأة إن هي مش محبوبة. تعالي نتكلم على أستاذة سين اللي جاتلي في العيادة، وخليني أحكي لك قصتها. أستاذة سين والأستاذ ميم. سين كانت بتحب إن ميم يقعد معاها بدون موبايل، لكن ميم بعد الشغل بيحب يرتاح على السرير وهو بيتفرج على فيديوهات أو يمسك ريموت كنترول ويتفرج على التلفزيون. سين بتحس بإنه مش مركز معاها، وميم بيحس إنه بعد يوم طويل ده حقه إنه هو يرتاح. ده كان سبب خناقات كتيرة جدا لحد ما عرفتهم، ولحد ما سين اتعلمت إن لغة حبها الوقت اللي فيه جودة، وهو اتعلم إن لغة حبه هي الأفعال. لما هما الاتنين قدروا يفهموا بعض وقدروا يفهموا اللغات المختلفة ما بينهم، العلاقة اتحسنت كتير جدا. هو ابتدى يعبر شوية بجودة الوقت، فبالتالي هي ابتدت تحس ان هو مهتم بيها وبيحبها، وهي ابتدت تهتم بيه اكتر بأفعال، فهو ابتدى يحس ان هو محبوب. ازاي بقى كونك عرفتي دلوقتي ان في لغات للحب كتيرة قوي، تعرفي لغة حب شريكك ولغة حب نفسك؟ رقم 1، راقبي ازاي بيعبر عن حبه. رقم 2، اسأليه بصراحة. ورقم 3، جربي كل لغات الحب لحد ما توصلي للغة الصح. تخلي ان التواصل ما بينكو حاجة أساسية. استخدمي دايما عبارات واضحة. الراجل دايما بيحب فعل وفاعل ومفعول، ما بيحبش الباراجرافز، ما بيحبش الكلام الكتير. لخصي اللي انت عايزة تقوليه له، وابتدي جملتك دايما بيه أنا حاسة، أنا محتاجة 1 2 3، وخليكي واضحة ودقيقة على قد ما تقدري علشان تعرفي توصلي له اللي انت محتاجاه بالظبط. اقترحي عليه كمان تصرفات معينة يعملها مغزاها لغة الحب اللي انت بتفضليها. مثلا لو انت بتحبي جودة الوقت، اخلقي وقت تقدروا تقضوه مع بعض، بتعملوا حاجة من الحاجات اللي هو بيحبها، فبالتالي ضربتي عصفورين بحجر واحد. بيحب يتفرج على مثلا ماتش، اقعدي جنبه، اعملي قعدة لطيفة وحاولي تشجعي معاه الفريق. منها انت كده دخلتي جوه العالم بتاعه وقضيتي معاه جودة في الوقت. فلنفرض ان انت عايزة جودة الوقت ده تبقى خروجة، نظمي خروجة لطيفة، البسي وتشيكي واعزميه كأنك هتعزميه على العشاء، وافتكري معاه الأيام الأولى في العلاقة. لو هي هدايا، قوليله أنا نفسي ان انت تشتري لي الحاجة دي. منها كده جت الهدية، ومنها
قدر يوصلك إحساسك بالحب. ما تستنيش إن الحاجة هتيجي لوحدها، وما تستنيش إن هو هيقرأ أفكارك لوحدك فتقعدي حاطة إيدك على خدك وبتقولي هو لازم يحس بيا من نفسه. لا، هو مش لازم يحس بيكي من نفسك. انتي ربنا مديكي عقل ومديكي لسان، العقل تستخدميه في ذكاء المرأة، واللسان تعبري بيه عن احتياجاتك.